ما يخص تدبير الرحلات نتاع الفريق الوطني، وقبل ذلك اولا نتينا بدوري نتمنى لكم سنه سعيده عبركم لكل نساء ورجال الاعلام اينما كانوا. ان شاء الله تكون سنه 2023 سنه خير عليكم وعلى ذويكم وعائلتكم. المشاركه نتاع الفريق الوطني في اي تظاهره عالميه فيه بطبيعه الحال الأمور الرياضية، ولكن في الأمور المرتبطة بالمغرب وبالمملكة المغربية، لأن الفريق الوطني يمثل بلادنا في كل المحافل. الأمر اللي كاين في المشاركة في الدورة المقبلة نتاع الشان هو أن الفريق الوطني متأهل لهذه الدورة بطبيعة الحال بعد الإقصائيات اللي كانت تلعبات، وفي الدفتر نتاع التحملات نتاع تنظيم التظاهرات القاريه ولا الدوليه. البلد المنظم وفي هذه الحاله هو الجزائر تيقدم كل التسهيلات للبلدان المشاركه على انها توصل البلد باش تشارك في التظاهره. احنا اللي طلبناه على عكس ما تم الترويج له خلال 24 ساعه الماضيه هو ان الطائره اللي غادي تنقل الفريق الوطني يوم 10 يناير ان شاء الله أنه تكون عندها الترخيص تنزل في مطار قسنطينة، وهي المدينة اللي غادي يلعب فيها الفريق الوطني. وبطبيعة الحال الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية كلها كيف كان في قطر وكيف كان في باقي الدول هي الخطوط الملكية المغربية. بالتالي اليوم ننتظر ردا رسميا من الكاف من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أن تجيب المغرب على كيف قلت هذا الترخيص باش الفريق الوطني يوصل لقسنطينة. احنا ما طلبناش من البلد المنظم باش يوفر لنا رحلة خاصة او لا شيء من هذا القبيل، نطلب ترخيصا لنزول الطائرة نتاع الخطوط الملكية المغربية ان شاء الله يوم 10 يناير حوالي الساعة 2 و45 دقيقة في مطار قسنطينة، وننتظر ردا لنتخذ القرار على إثر هذا الرد.